السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده باذن الله تكمله للفيديو اللي فات بتاع الجيمز. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نشغل الترينرز للالعاب. ترينرز معناها تشيتس، معناها شفرات. طبعا الشفرات يا شباب بتخلي اللعب جامد ولذيذ، فالنهارده هقول لك ازاي تاكتف الترينرز دي على الاورورا. لكل لعبه تاكتفها ازاي خطوه خطوه، ركز معايا وهيا بنا. اول حاجه الاكس بوكس عندك بتطفيه وبتطلع الفلاشه اللي فيها الاورورا وفيها الواد ابديت وفيها كل الكلام ده، بتطلعها منه علشان الترينرز دي هننقلها على الفلاشه. نوصل الفلاشه في الكمبيوتر، نيجي هنا على الكمبيوتر هنلاقي الفلاشه، نفتح الفلاشه، نخش على الابس، على الاورورا، ونخش على اليوزر، وبعد كده نخش على الترينرز. نخش كده على الترينرز. طبعا انا منزل الترينرز اوريدي. الترينرز دي هتنزلها منين؟ هسيب لك اللينك في الديسكربشن. هتخش كده على الموقع ده، تيجي هنا كده في الاول هتلاقي ناس حاطه كل الترينرز في لينك جوجل درايف. ده هنا يا شباب لينك الدرايف فيه كل الترينرز اللي انت ممكن تحتاجها في الاكس بوكس 360 بتاعك. خش كده على اللينك، تخش على فايل وتخش على ايه، داونلود. بعد ما تعمل داونلود هينزل معاك في ملف مرار، تفك الضغط هيظهر لك الملفات زي كده كتير. الملفات دي كلها هي مساحتها مش كبيره على فكره، لو بصينا كده على بروبرتيز هي كلها 40 ميجا، يعني مش كبيره خالص. فبتحط كل الفولدرات دي في الترينرز فولدرز في اليوزر. بعد ما تعمل كده خلاص تقفل الفلاشه، تعمل لها ايجكت وترجع تاني تحطها على الاكس بوكس بتاعك وتشغل ايه الاكس بوكس، واوريك ازاي بتاكتفها على الجهاز. بعد ما دخلنا الاورورا يا شباب، كل اللي عليك تعمله مجرد بس اي لعبه عايز تاكتف عليها الترينرز، بتقف عليها كده وتدوس على ديتيلز زي ما انت واقف على مكانك كده اللي هو عند زر البلاي دون. فبتدوس على شمال هتلاقي تحت بقت ايه، ترينرز. في الاول كانت لانش وبعد كده بقت ترينر. هتلاقي علامه بس ظهرت فوق كده، دي معناها كده الترينر. فبتدوس كده على ترينر، بيظهر لك الترينرز اللي افيلبل في اللعبه اللي انت مختارها دي. على حسب كل لعبه الترينر بيختلف. فهنا مثلا الترينر بتاع اللعبه دي بنخش كده ندوس على ديتيلز، هيقول لك هنا في ايه، في 2 تشيتس هنا. خلاص فنخش على كونفيجر، فيقول لك ايه، فريز تايمر وفريز فولتس. فانت ايه في الاول هتلاقيها باي ديفولت كده ايه، ديسيبل دي. يعني طبعا عايز تانيبل الشفرات اللي انت عايزها زي ما انت عايز تديسيبل اللي انت عايزه براحتك، مفيش اي مشكله خالص يعني. فانا مثلا ايه، هانيبل الاثنين. نعمل باك ونعمل ايه، وتدوس على لانش. لما بدوس على لانش من قائمه الترينر ساعتها بيلانش ويابلاي الترينر برضه. خدت بالك هنا هيقول لك ايه كده، ايه الترينر ابلاي تمام. فندوس على اوكي خلاص. خدت بالك كده من تحت هنا يقول لك ايه، الترينر تمام. نجرب كده نخش ايه تراك، نشوف الشفرات تشتغل ولا لا. خد بالك كده فوق على الشمال التايمر كله متصفر ازاي، كله صفار كده، ايه الشفرات شغاله زي الفل، مفيش اي مشكله. في بعض الالعاب هتقول لك انا عايزه فيرجن معين. على سبيل المثال مثلا عندنا ماينكرافت دي، لو دوسنا على الديتيلز ودوسنا على الترينر هنخش هنلاقي فيها كذا ترينر ولكن بفيرجنات معينه. فلو دورنا كده هنلاقي ان هو فيرجن 3 ده احدث ايه فيرجن للترينر. فندوس على ديتيلز هيقول لك متطلب ايه، كومباتبل تايتل ابديتس رقم 50. لو جينا كده يا شباب في التايتل ابديتس نخش هنا كده هنلاقي هنا تايتل ابديتس اخرهم لغايه ايه فيرجن 35. فاحنا عايزين ايه فيرجن يكون كومباتبل مع الترينر. فنعمل ايه، نعمل باك ونخش على الترينر هنا كده ونشوف الترينرز دي كل ترينر ايه كومباتبل مع فيرجن رقم كام. فندوس مثلا على اول واحد وندوس على ديتيلز يقول لك ده ايه فيرجن 35، اللي بعده 50، 33، 41، 29، 25. فهنا اكتر حاجه موجوده اللي هي 35 اللي احنا نعرف ننزلها. فنعمل احنا ايه، ننزل فيرجن رقم 35 علشان يبقى كومباتبل مع الترينر ده. فبنعمل باك، نخش تايتل ابديتس، نخش على الماركت بليس فيرجن 35 وندوس على داونلود. بعد يا شباب ما عملناها خلاص داونلود نخش كده ندوس على ال تاني شمال، هنلاقيها ظهرت معانا هنا في القائمه دي. فانا مثلا بالنسبه لي انا مش عايز فيرجن رقم 3 فهمسحه، ادوس على الديليت يس. هيبقى معايا الفيرجن رقم 35، ندوس على انيبل وندوس على باك، نيجي هنا على الترينرز ونيجي على اللي هي عايزه فيرجن 35 هو ده، وندوس على لانش. اول حاجه هيابلاي تايتل ابديت وبعد كده هيخش وهيأكتف ايه الشفره اوتوماتيك كده يا شباب. زي ما انت شايف الدنيا كده كلها شغاله زي الفل. ندوس كده تمام. نخش الاول كده بس على جيم بلاي اوف لاين كرييت تمام كده يا شباب احنا جوه اللعبه. ندوس على الباك والستارت يفتح معانا الشفرات. بالنسبة للشفرات يا شباب عندنا مثلا من رقم 1 لغاية رقم 8 وبعد كده عندنا 3 خمسات 3 ساعات والكلام ده. احنا مثلا عايزين انفينيت تولز وارمرز وويبنز، فهي عند رقم 5. فلو دوسنا رقم 5 كده وندوس على دن وريزوم هيقول لك عندنا ايه الشيت اكتيفيتد بتاعة الويبنز والارمرز. طبعا انا عشان معرفش في اللعبة دي قوي
فايه معرفش بتتلعب ازاي يعني. عاوزين مثلا نأكتف كل الشفرات، فبندوس على 3 خمسات زي ما مكتوب فوق على الشمال كده enable all done all cheats have been activated. تمام. ندوس تاني. عاوزين مثلا ايه الشفرات disable 3 ساعات، نفس الكلام كده شفرات ايه disable. تمام يا شباب، دي كده بالنسبه للشفرات وبالنسبه للتايتل ابديتس. في احيانا يا شباب العاب ملهاش شفرات، يعني مثلا عندنا لعبه زي درايفر سان فرانسيسكو دي، لو دوسنا كده عليها دوسنا على الشفرات فدي ما فيهاش، فعادي مش مشكله. نبص مثلا على تايتل ابديتس، نشوف لو ليها تايتل ابديتس، ليها مثلا لغايه فيرجن 2، فماشي ده ممكن ننزله ونابلايه، مفيش اي مشكله خالص، مش هيعمل حاجه. ولكن تلات ارباع الالعاب يا شباب هتلاقوا فيها شفرات ان شاء الله. وبس كده يا شباب، في فيديو النهارده اتعلمنا ازاي نعمل الترينرز. لو استفدت بفيديو النهارده ما تنساش تديني لايك وسبسكرايب على القناه وشير الفيديو مع اصحابك، وما تنساش تشغل علامه الجرس على القناه علشان اول ما ينزل لك فيديو جديد يجي لك في نوتيفيكيشن على طول مره واحده. مع السلامه.